السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده هنبتدي مع بعض اولى سلسلة اكلات العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين، عيد الاضحى. النهارده هنعمل مع بعض عرق التربيانكو. هنعمله بطريقة مبسطة وسهلة وبسيطة، وان شاء الله تنول اعجابكم. ومش هتاخد منك وقت مش كتير، يعني هتخلص بسرعة وفي ثواني. ويلا بينا نقول هنعملها ازاي. ده حبايبي العرق التربيانكو بتاعنا. انا جايباه من عند الجزار، هو طبعا لففهولي كده وحاطط فيه فصوص توم وفصوص فلفل اسود حب. تمام. هما بيحطوا فلفل مطحون، بس انا طبعا حبيت ان انا احط فلفل اسود حب عشان يبقى شكله جميل كده. اما تيجي تقطعيه يبقى عامل زي اللانشون كده، شكله لذيذ. الفلفل الاسود مع التوم يدوا منظر. وطبعا انا بجيب البلانشة كده وبنحط عليها كل التوابل بتاعتنا. اول حاجة عندي بهارات لحمة وفلفل اسود وروزماري مع حبهان مفروم، والملح طبعا اساسي. إيه كمان بنحط توم باودر. وبنمسك طبعا الخلطة دي حبايبي، هتشوفوني دلوقتي بنضرب كل الحاجات الجميلة دي مع بعض. ناخد الكلام ده كله كده لخبطيطة، بسم الله. تمام زي ما انتوا شايفين معايا. لازم كل الحاجات دي تتجانس كلها مع بعض. عشان ايه؟ هلف فيها العرق دلوقتي زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة. ناخد كل التوابل دي حبايبي، افضل الف العرق التربيانكو بتاعنا يمين وشمال وفي كل اتجاهاته في كل الجناب، وكمان الناحية دي والناحية دي. يا جماعة التكات والحركات دي بتودينا في حتة تانية خالص. طيب احنا دلوقتي هناخد كل الكلام ده وهنروح بيه في حتة تانية خالص. يلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه، والخطوة الجاية هتكون ايه، وهنتصرف ازاي. ويلا بينا ناخد الكلام ده كله ونروح بيه على مكان تاني. هنجيب صينية سواء مدورة سواء مستطيلة، المهم تكون بايه، تكون بنفس طول العرق التربيانكو بتاعنا. وبنجيب معلقة سمنة بلدي حلوة كبيرة كده، وننزل بيها في الصينية. ونفضل بقى ايه على نار هادية، بس المهم ان هي تسخن، تسخن بدرجة 100%. يا جماعة احنا عايزين نسمع الطشة بتاعت اللحمة وهي بتنزل على السمنة. عايزين نسمع الصوت الجامد تمام. الله، مش قادرة اوصف لكم الريحة. مش قادرة اوصف لكم بصراحة. نفسي تكونوا معايا وتشموا ريحة الحاجات الجميلة، الروايح الجميلة الطعمة دي. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود يا رب علينا وعليكم بخير. السنة الجاية ان شاء الله كده كلنا على جبل عرفات. بسم الله ما شاء الله. شايفين لون اللحمة بيتغير ازاي؟ بتنشف معايا من كل الاتجاهات. لازم اديها صدمة من الاربع جناب، وكمان الناحية دي والناحية التانية، تديني اللون البني دوت وتتشوح وتبقى ناشفة وحلوة كده مقرمشة. بنضغط عليها عشان تنزل كل السوائل اللي فيها. الفتحات اللي عندي كلها اللي فيها المحشية توم، محشية فلفل اسمر سواء مطحون سواء حب. المهم كل الفتحات دي بيبقى فيها سوائل بسيطة كده، لازم تنزل عشان ما تعملش دموم جوه اللحمة، ميبقاش منممة، تبقى جميلة كده وتستوي كويس معانا. وبعدين حبايبي بعد ما بقلبها من كل الاتجاهات وبتستوي معايا، قصدي بتتشوح معايا وتبقى جميلة كده زي ما انتوا شايفين، وتديني اللون اللي انا حباه واللي انا عايزاه دوت. احنا بنسيبها تاخد وقتها مع السمنة، تمام، على نار هادية جدا. وبروح حبايبي انا بقى ايه اقطع الخضروات بتاعتي. بس للاسف انا الفيديو ما كانش شغال معايا وانا مش واخده بالي خالص. قطعت لكم الخضروات بس ما كانش فيه فيديو اصلا. فهنشوف مع بعض بقى الخضروات بتاعتنا. انا عندي بصل وعندي توم وعندي جزر وعندي فلفل اخضر. كل الحاجات دي بتنزل مع اللحمه كده، تطعمها وتاخد من طعم اللحمه، واللحمه تاخد من طعم الخضار. يلا بينا نشوف احنا استخدمنا الحاجات دي ازاي وعملنا فيها ايه يا ترى الحاجات دي استوت ازاي مع اللحمه، يا ترى اللحمه استوت ازاي مع الحاجات دي. هل هي ما اتهرتش؟ هل هي اللحمه مثلا نيه والخضروات استوت زياده عن اللزوم؟ لا احنا ما عندناش الكلام ده. كل حاجه ولها تكاتها ولها حركاتها، وكل حاجه ليها وقتها
ويلا بينا نشوف احنا عملناهم ازاي. طبعا اول حاجة بنزل بالجزر وكمان البصل، بنوزع الخضروات بتاعتنا كده. وعندي فلفل اخضر، لو عندك مثلا فلفل الوان اصفر احمر وحابه تحطي مفيش اي مشكله. دي فصوص توم. تمام. وانا دلوقتي على ما احط الخضروات ديت، عندي كمان ورق لورا، عندي حبهان، عندي قرفه خشب، عندي كمان حبتين مستكه. بنحط كل الكلام ده مع بعضه كده. عندي ميه مغليه على النار. تمام. بجيب الميه بتاعتي وانزل بيها على الخضار بتاعنا وعلى اللحمه، بحيث ان هي بتبقى تغطي نص العرق تربيانكو. تغطي نص الصينيه. تمام. وبنغطيها حبايبي ونسيبها لمده ساعه. تمام. هنسيبها لمده ساعه ونرجع لها نشوفها عامله ازاي وهنتصرف معاها ازاي وهنعمل ايه. يلا بينا. وفي الفترة دي حبايبي أنا كان عندي جزر، بشرت جزر قصدي، وقطعت بصل. ورجعنا بعد ساعة قلبنا اللحمة بتاعتنا على الاتجاه التاني، على الناحية التانية. وبنجيب الحلة بتاعتنا وهنعمل ايه يا ترى. هنشوف هنعمل ايه. نحط معلقة زيت ومعلقة سمنة، طبعا تسخن. وعندي نص كيلو رز بسمتي انا غسلته. وزي ما قلت لكم جهزنا الخضار بتاعنا ايه، هنعمل رز بسمتي اصفر بالخضروات. عندي بصلايه وعندي جزر. تمام. بصلايه قطعتها مكعبات صغيره، وجزرايه كبيره او اتنين متوسطين. بنزل بالبصل على السمنه بتاعتي. اول حاجه بننزل بالبصل ونقلب شويه على ما يدبل بس، وياخد ايه، يطعم من طعم السمنه وطعم الزيت. وبعده على طول بننزل بالجزر، برضو بنقلب شوية على ما يدبل. في الوقت ده انا عندي مية على النار في البراد. تمام. وبعد ما قلبنا البصل والجزر، نزلنا طبعا بالرز وبنقلب شوية، مش كتير بس بحيث الرز يتقلب شوية في السمنة. الرز ده حبايبي انا نقعته حوالي ربع ساعة في المية. عندي طبعا عارفين معيار الرز البسمتي، كله كوباية رز عليها كوبايتين مية. انا عندي على النار هنا كوبايتين مية بالظبط، بنفس معيار الرز. اقلب شويه، وبعد ما اقلب على ما اقلب هتكون الميه طبعا غلت معايا. بنحط واحده قرفه خشب، بنحط معلقتين او معلقه ونص صغيره ملح، ده اساسي طبعا. وعندي كاري وكركم، معلقه كاري ومعلقتين كركم. وعندي معلقه توابل خاصه بالبرياني، طبعا بتبقى جميله جدا في الرز المبهر، في الرز البسمتي بكل انواعه. سواء هتعمليه كبسه، سواء هتعمليه مقلوبه، سواء هتعمليه ساده كده من غير اي حاجه. وبنزل حبايبي بالميه بتاعتي، طبعا زي ما اتفقنا كوبايتين ميه على كوبايه رز. تمام. شايفين الميه سخنه بتغلي، الرز طبعا على النار متقلب وسخن. شايفين البقبقه، الحاجات الجميله دي مش قادره اوصف لكم طبعا الريحه اللي انا دلوقتي شماها. يا ريتكم معايا كنت تشموا معايا الروايح الجميله دي. وبنغطي طبعا ونوطي عليه بعد ما يتشرب، بوطي عليه على ما يستوي. تمام. شايفين استوى معايا بقى شكله جميل ازاي، تحفه. ويلا بينا نشوف بقى اللحمه بتاعتنا استوت. بسم الله ما شاء الله. شايفين انا بدوس عليها خلاص بقت دلوقتي لانت معايا وبقت جميله. بطلع اللحمه ونيجي بقى للخضروات بتاعتنا، الحاجات التحفه الجميله دي. بنشيل منها القرفه، ورق اللورا، الحبهان لو قدرنا. تمام. ونسيبها تبرد شويه، ونقطع بقى العرق التربيانكو بتاعنا. اللحمه البارده يا جماعه دي جميله، المفروض ان هي تتاكل بارده بس احنا بصراحه مش قادرين نستنى. شايفين فصوص الثوم، اللي كمان الفلفل الاسود باين ازاي. حاجة جميلة كده ملهاش وصف وملهاش حل بصراحة. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعودها عليكم بخير يا رب. وادي الخضروات بتاعتنا في الخلاط هنضربها، هنعمل منها صوص رهيب جميل يا جماعة ملوش وصف. بصراحة حاجة تحفة بصراحة. يعني جربوها واعملوها، مش هتبطلوا تعملوها ابدا ومش هتستغنوا عنها.
هو كده خلاص، وبناخد الرز بتاعنا بقى ونيجي للتقديم. يا سلام، كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله، شايفين الرز حاجة جميلة ازاي، لونه عامل ازاي، كمان الطعم جميل جدا. كده قطعنا اللحمة وزيناها ونزلنا بالصوص في البولة، وحاجة جميلة كده. بسم الله ما شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، وما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.